سؤال من أكتر الأسئلة اللي بتتسأل دلوقتي بخصوص الأنسجة النخيل البرحي، اللي هو هل يا هندسة الأنسجة دي بتزرع في وقت معين ولا بتزرع طول السنة زيها زي البنتجورة؟ طب الأنسجة ديت الإنتاج بتاعها أكتر ولا لما أزرع فسيلة هتديلي إنتاج أكتر؟ طب إنتاجها من الفسايل أحسن ولا لما أزرع فسيلة هتديني إنتاج فسايل أكتر؟ فأنا جاي النهاردة أتكلم معاكم وأجاوبكم على الأسئلة دي كلها. وأول سؤال وهو ميعاد زراعة الأنسجة، هل الأنسجة بتزرع زيها زي البنتجورة طول السنة ولا بيبقى لها ميعاد معين وأشهر معينة زي الفسيل؟ بالنسبة للأنسجة فهي زيها زي البنتجورة بتزرع طول السنة. طب ليه؟ زي ما قلنا في البنتجورة اللي هي بتزرع طول السنة عشان بتبقى مكونة مجموع جذري يؤهلها اللي هي تزرع في أي وقت. فقلب القصرية كذلك الأنسجة بتبقى مكونة مجموع جذري أحسن وأفضل من البنتجورة كمان في قلب القصرية، فده اللي بيؤهلها اللي هي تزرع في أي شهر من شهور السنة. وده على عكس الفسيلة اللي بيبقى ليها ميعاد معين عشان بتبدا تكون مجموع جذري جديد. وده كان اول سؤال. تعالى معانا نروح للسؤال الثاني. اما بالنسبه لنقطه الانتاج الثمري وانتاج الفسائل، فالنسيج اثبتوا بجداره انه بيتفوق على الفسيله والبنتجوره في الانتاج الثمري وانتاج الفسائل. طب ليه؟ عشان زي ما بنقول ان النسيج ده بيحصل له عمليه استنساخ او بيطلع ويتم عمليه الانبات بتاعته من جوه معمل، والمعمل ده اللي بيحدد المواصفات اللي هتطلع لي في النسيج ده. ازاي المعمل بيحدد المواصفات اللي هتطلع لي في النسيج ده؟ بشكل مختصر المعمل ده بينزل على مزرعه مثلا وليكن فيها 20000 نخله، بيمشي فيها كلها يشوف النخل اللي فيها نخله، يشوف النخله ديت لو لقى فيها انتاج ثمري كويس وانتاج فسائل كويس، يقوم جاي واخد من النخله دي بصمه وراثيه ويعمل لي عمليه استنساخ للنخله ديت، فبالتالي يطلع لي كميه الانسجه اللي احنا شايفينها دي كلها، ويطلع لي كميه انسجه متميزه في انتاج الفسائل وانتاج الثمار. اما بالنسبه للفسيله والبنتجوره، فالفسيله والبنتجوره دول بيطبقوا نفس الصفات الوراثيه من الام اللي مفصوله منهم. يعني ممكن اروح افصل فسيله او يجي لي فسيله مفصوله كانت الام بتاعتها بتديني انتاج ثمري كويس لكن بتديني انتاج فسائل قليل، فبالتالي الفسيله اللي انا زرعتها هتديني نفس الصفات دي. واروح على فسيله ثانيه هتديني العكس، انتاج فسائل كويس وانتاج ثمر قليل شويه، فبالتالي الفسيله هتديني نفس الانتاج ده. فعشان كده دايما بقول ان النسيج هو افضل اختيار لانشاء مزرعتك، وان النسيج هو افضل اختيار للاستثمار في المجال النخيل. وده كان فيديو النهارده. لو حد عنده اي استفسار يقدر يكتب لنا في الكومنتات او يبعت لنا على رسائل الصفحه، وهنكون جاهزين باذن الله للرد على اي استفسار. والسلام عليكم وكل عام وانتم بخير.